عارف ليه يا عزيزي في بداية السنة بنلاقي ناس كتير بادئين متحمسين، إنما بعد كام أسبوع بنلاقيهم تايهين خالص. وهنا يجي سؤال: يا ترى هي المشكلة هنا في صعوبة المنهج؟ أبدا، المشكلة عمرها ما كانت في صعوبة المنهج. المشكلة إن البداية ما كانش فيها أساس مظبوط. البداية الصح محتاجة أساس قوي، عشان كده إحنا جهزنا لك أقوى معسكر تأسيس في اللغة الألمانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي طالب البكالوريا أو الثانوية العامة. أنا أخوك خالد الشرقاوي مدرس اللغة الألمانية. في الفيديو ده طالعين نعلن لحضرتك عن معسكر التأسيس اللي وعدناك بيه، والمعسكر ده هيخليك بادئ قوي ومتحمس من أول السنة ومستمتع بالمنهج بتاعك بإذن الله. وكمان المعسكر ده هيكون مناسب لكل المراحل، يعني سواء حبايبنا الصغيرين الكتاكيت سنة أولى أو تانية اللي هم الجداد بتوعنا منهج جديد تانية بكالوريا، أو المنهج القديم تانية ثانوي عام، أو آخر سنة السنة النهائية لحبايبنا تالتة ثانوي. ده معسكر هيكون مناسب للجميع، فعايزك تركز معايا بقى عشان دلوقتي هعرض لك جدول المحاضرات. هتعرف هم كام محاضرة، هتعرف كل محاضرة مين يقدر يتفرج عليها وهتفهم قصدي ايه، وهتعرف كل محاضرة مشروح فيها ايه، وكمان تعرف ميعاد كل محاضرة. فركز معايا وصل على النبي. بسم الله. دلوقتي يا عزيزي هنبدأ نتعرف مع بعض على جدول معسكر التأسيس. امشي معايا واحدة واحدة كده وصل على النبي. أولا محاضرات التأسيس بتاعتنا أنا مقسمهم على 4 محاضرات. حد يقول لي كتير شوية يا هير؟ هقول له لا مش كتير، المحاضرات والله مدتها قليلة ومش طويلة، وعشان أنت تقدر تستفاد وتفهم كل معلومة فيها. تمام. نبدأ نتكلم مع بعض كده بسم الله على المحاضرة الأولى. أول حاجة بنعرفها لك هي المحاضرة هتنزل إمتى؟ هتنزل يوم 5/8 بإذن الله على قناة اليوتيوب. طيب المحاضرة دي في البداية كده قبل ما تشرح لي هي بتتكلم عن ايه؟ هي مدتها قد ايه عشان اطمن؟ المحاضرة دي هي اقل مدة في كل المحاضرات. ازاي؟ المحاضرة دي مدتها نص ساعة، يعني 30 32 دقيقة كده وشكرا للتحية. طيب يا عم الحاج، المحاضرة دي ليه مدتها قليلة؟ عشان بنناقش فيها جزئية معينة، وهي بسم الله. دلوقتي انا عايز اعرفك ان المحاضرة الاولى دي محتواها هيكون بيتكلم عن das Alphabet اللي هي الحروف. هنعرفك الحروف في الألماني بتتنطق ازاي وعاملة ازاي. طيب ليه بنعرفك الحروف؟ عشان نسهل لك الدنيا في الأوسشبراخ، النطق بتاعك، نظبط لك النطق بتاعك. وعشان النطق يبقى سليم إلى حد ما هنظبط لك ايه تاني؟ هنعرفك القواعد الصوتية لتسهيل النطق في الألماني. يعني في قواعد شوية كده بتكون مع الحروف بتسهل لك النطق وبنظبط لك بيها الدنيا. ودي المحاضرة الأولى بتاعتنا. طب المحاضرة دي متاحة لمين؟ متاحة لكل الطلاب اللي بيدرسوا ألماني، حتى لو مش في الثانوية أو مش في البكالوريا. يعني المحاضرة دي هنا هنزود أولى، يعني متاحة لأولى بكالوريا، ومتاحة لتانية بكالوريا، ومتاحة لتانية ثانوي عام، وتالتة ثانوي عام. يعني أي حد ممكن يتفرج على المحاضرة دي، عشان دي اللي بتسهل لك النطق في الألماني بإذن الله، وهتخليك بادئ بداية قوية وصح. طيب المحاضرة التانية إمتى؟ المحاضرة التانية هتكون بتاريخ 8/8، والمحاضرة دي هتكون بداية الجراماتيك اللي عندنا أو القواعد اللي عندنا. هنبدأ فيها بجزئية مهمة جدا جدا جدا، وهي der Satz. كلمة Satz يعني الجملة. هنعرف الطلاب الجملة في الألماني مكونة من إيه، وتركيزنا في المحاضرة دي هيكون على الزوبيكت اللي هو الفاعل والفيرب اللي هو الفعل. يعني المحاضرة دي هنعرفك الجملة عاملة إزاي، وهنكلمك على الزوبيكت الفاعل والفيرب اللي هو الفعل. والمحاضرة دي متاحة لمين؟ حبايبنا أولى يركنوا على جنب، متاحة لتانية بكالوريا وتانية ثانوي عام وتالتة ثانوي عام. نيجي للمحاضرة إيه؟ المحاضرة التالتة. عشان إحنا عندنا في الألماني الفعل فيه شوية كلام حلوين، فعملنا تكملة للفعل. يعني المحاضرة التالتة اللي بتاريخ 12/8 هتكون تكملة على الجزئية بتاعة الفيرب. هنتكلم على das Verb يعني الفعل. طب المحاضرة دي متاحة لمين؟ متاحة لتانية بكالوريا وتانية ثانوي عام وتالتة ثانوي عام. نيجي للمحاضرة الأخيرة والمحاضرة النهائية اللي بتاريخ 15/8، يعني التأسيس بتاعنا آخره بإذن الله 15/8. المحاضرة دي هنتكلم فيها على حاجتين. هنعلمك تستخدم نيجاتسيون اللي هو النفي، ازاي تنفي الجملة في الألماني، وكمان هنتكلم على الأوبجكت اللي هو المفعول. والمفعول احنا بنقسمه عندنا لأجزاء كده، حاجة اسمها
نوميناتيف وحاجه اسمها اكوزاتيف وحاجه اسمها داتيف. لو انت مش فاهم الكلام ده او خدته قبل كده ونسيه، احنا هنراجعه لك بشكل لذيذ وبسيط بحيث ان انت تشتغل معانا طول السنه وانت مرتاح باذن الله. طيب المحاضره دي متاحه لمين؟ متاحه لتانية بكالوريا وتانية ثانوي عام، وبالاخص طلاب تالتة ثانوي، عشان المنهج بتاعهم هيكون مبني على قاعدة المفعول دي. وبكده يا عزيزي أنا قلت لك تفاصيل جدول معسكر التأسيس، يا رب تستفاد مننا. انتظرنا في التواريخ اللي قلناها لك، كل محاضرة هتنزل في التاريخ بتاعها بإذن الله. أول محاضرة معانا هتكون يوم 5/8. آخر حاجة بقى ليه عندك طلب، عايزك برضو تدعمنا وتشجعنا، احنا هنكون معاك من بداية السنة وبإذن الله لنهايتها، فلازم تشجعنا برضو بسبسكرايب عشان نكبر القناة ونوصل لكل الناس في كل حتة، وكمان تعمل شير لاصحابك اللي هم راكنين الالماني، وكومنت حلو كده تقول لنا رايك في كل محاضرة بتنزل. اشوفك على خير يا صديقي، سلام.